طبعا احنا في اللجنه الاعضاء انقسموا. اعضاء الاخ الثاني قالوا ان هي مدانه لانها شهرت، قلت الكلام ده كله خلاص انتهى، وقفنا معاها عايزين نطلعها لبر الامان. انما في واحد من اللي ربنا يهديهم بيلعب في دماغها، وهي قالت على اسمه في احد الفيديوهات، بتقول انه سمع الشاهد موجود. اذا كان حد سمعه في لجنه ما سمعش في اي لجنه، ده احنا رحنا صحناه من بيته في صلاه هناك الساعه 2 بالليل. 16 ساعه يا ناس اسمع هؤلاء البشر وانا اتحملهم لوجه الله وعشان يطلعوا لبر الامان. انما يبدو ان في حاجات نفسيه وعقد وحاجات بعيده عن الجلسه اطلاقا. موضوع اصلا لما اروح لواحده واسكلها كل البيبان واروح بنفسي بالصنايعيه عشان اقفل البيبان واعمل كل دي وهي ترفض ومكتوب لها قرار بغلق كل شيء لحين ما يبقى نشوف احنا هنعمل ايه، مفيش فايده اقسم بالله. هي بتتصور الوقت والعروق باينه فوقها والجدار القديم باين جنبها. طب ما بتطلعش التليفون ابو 70,000 اللي معاها ليه؟ ما بتطلعوش ليه قدام الناس؟ تليفون ايفون ب 14 مش عارف ايه. لا انت بتدعي المسكنه وكل يوم احنا مش عايزين نتكلم في اعراض حد ولا نخوض في حد، هي خاضت في اعراضنا. انا الراجل بتاع الجلسه قال لي الست دي فاتحه كوفير وبتالف كلام، قلت له ما يهمش ايه يعني ما تكون فاتحه كوفير عشان تاكل نفسها ولا تاكل اخواتها، ما عندناش مشكله. الاخت لها جوز رجاله اللي عماله تقول لك ابويا الغلبان وابويا اللي عملان، واحد فيهم مسجل اهو في المركز وظابط المباحث. الناس يقول لك ليه الامن ما بتعاطفش معاها؟ لان الامن يعرف حقيقتها تماما. اسالوا رئيس المباحث، اسالوا المأمور، اسالوا. يا جماعه انتوا بلد محترمه، مصر دي بلد محترمه. واحده تطلع تنصب علينا وعلى الراي العام وعلى الناس عشان تبتزنا. عربيه راحه كل يوم ملاكي وعربيه راجعه، ليه ما تعيش زي البنات بتوعنا عايشه محترمه؟ الناس بتيجي من اخر الدنيا يسالوا الواحده المسكينه الغلبانه اللي بيتها بيقع عليها واللي اللجنه طلبت ليها، قالت لها احنا هنجيب لك ناس تقدر لك بيتك دي باعلى رقم وانا مستعد للكلام ده. اذا كان ب 400 هخليه ب 700. تقول لك لا مانيش طالعه، ليه؟ عايزه تقعد في المكان ده وتصوره في الفيديو. شوف الفيديو اللي نشراه مختاره مكان ايه؟ احنا كنا رايحين نتصور معاها اللي قعدت في اسكندريه اسبوع ودعونا هناك. قالوا تعالى عشان ايه؟ هبه نفسيتها تعبانه وعايزه نراضيها احنا ناس، احنا لا يهمنا هبه ولا يهمنا حد، احنا يهمنا ربنا سبحانه وتعالى. حاجه الاغرب شيء في هذا الموضوع ان انت تاخد الفلوس وتسكي الشبابيك وقدام ده، قدام مين؟ ده قدام المأمور وقدام رئيس المباحث وقدام الامن، كل الدنيا. الناس دي كلها ضلاليه. القاضي اتعرض عليه موضوع من جميع الجهات وراحت قدام القاضي تقول له اصل ابويا اخرس وما بيعرفش يمضي وهم اللي مضوه. احنا اللي مضيناه يا ناس. ابوها اللي بتقول لك اخرس، الله مش قدام الدنيا كلها، وهي اللي قالت له اعمل هنا وسوي هنا. احنا يعني غلطانين ان احنا ما رضناش نمضي واحده. هي دي غلطه اللجنه، ان احنا بنحترمها وبنعتبرها واحده من بناتنا. يا جماعه اتقوا الله. هذه البنت خداعه، بتخدع وبتتلون في الدقيقه 100 لون. احنا لا بينا وبينها حاجه. واحده تقول لك واحد بيقول لي هتبرع لك، لا هتبرع لك ايه؟ هو انا قلت غلط يعني؟ انا بقول لك هتبرع لك؟ انا بقول لك طالما انت حاطه العروق وحاطه البتاع احنا كلنا معاك، وقلت لك احنا هنقف معاك في كل حاجه. هي مش عايزه. واحده تتصل على الصحفي، ده انا كنت ده الصحفي ده موجود، اسالوه احمد البلقاسي، اسالوه يا ناس. بتقول له احنا هنتلم في شويه مشاهد كده عايزك تصورني فيهم. هو احنا بنمثل فيلم يا جماعه؟ هو احنا بنمثل مسرحيه يا جماعه؟ يا جماعه دي جلسه لها ضوابط ولها احكام ولها نظام. وانا كنت اتمنى والله انها تيجي في ايدينا تحترمش حتى تقعد تقول فلان بالاسم يبقى راجل من دور ابوها. بطلب من الناس اللي عندك يعملوا شير عشان الموضوع يتعرف على مستوى واسع. انا بطلب من كل اللي بيسمعوني، يعملوا شير عشان بقول لكم انا اهو واقسم بالله
انا لغايه دلوقتي ما خدت ضدها اجراء، وطلعت تقول يبقى اعمل خليه يعمل 20 بتاع. لما انا قلت في اللجنه اللي هيطلع يقول يا جماعه اقسم بالله بعت الفيديو الواد اسمه مؤمن ابو ماضي عيل فاشل يقول لك ما خدتش الفلوس يا ابني. طب تقول لي ده ايه؟ تقول لي ده ايه؟ يقول لك الشبابيك انت لما لا تحترمي اللجنه وتاخد الفلوس ولا تلتزمي بعد ما الناس سكت والناس سايبه الناس تروح المحاكم والناس هتتحبس والناس تروح تجيب محامين وتتبهدل وتتمرمط، هتسمع كلام من دي؟ لا تسمع لاحد. والله 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 كنت اتمنى منها انها تحترم الناس، وعشان الناس حتى يحترموها وترضخ اللجنه ديت. اللجنه بتحل كل يوم مشكله، البرولس اهو يشهد، احنا كل يوم ربنا موفقنا والناس بتسمع كلامنا، ولما بنقعد في قعده كبير وصغار بيحترمنا. انما دي لا تحترم احد، تطلع تلسن على الناس. الفيديوهات موجوده، الفيديوهات موجوده عندكم، اسمعوها تاني. بتطلع تشتم اللجنه، تشتم الناس عشان ايه؟ انت عايزه ايه؟ قولي لنا انت عايزه ايه؟ يقول لك الشبابيك اتفتحت، اتفتحت ليه؟ لا بيقول لك دي واحده ست وما ينفعش الشبابيك تتفتح عليها. يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، واحد طالع دلوقتي يقول لك دي واحده ست والشبابيك. الشبابيك مفتوحه في مكان ملوش اي علاقه بالعوره ولا اي حاجه. ده بيت مشترك بين ورثه في ورق، وهم كان من حقهم يفتحوا في الحته دي عشان تبقى عارف. انما احنا قلنا عشان هي ممكن تبقى طالعه. يا اخواني انا مش طالع اهاجم الست دي واحده من بناتنا، ولكنها اساءت للبرج، اساءت للمركز كله، اساءت لكل شيء. طب ليه هي؟ هو الامن يعني احنا عندنا امن محترم وعندنا ناس محترمه، هي بتصوت وتلطم. يعني الرئيس المباحث ده عاجز ان هو يحاكم الناس دي لانه مطلع على الحقيقه، عارف الطريقه بتاعتها، عارف ان هي بتطلع مش هدفها المشكله، هدفها ان هي لها هدف تاني في دماغها. دي نصب وابتزاز على الناس، لان هي لو احترمت اللجنه بينها وبينها ايه؟ احنا بيننا وبينها عداوه ليه؟ هنجامل تامر ليه؟ تامر ده راجل بيشتغل على دراعه، هنجامله ليه؟ حيلته ايه ولا نظامه ايه؟ احنا دافعين له من فلوسنا، من تعب عيالنا. لله احنا لا لينا هدف، احنا لينا قرارات محدده. ام احمد بتقول لك الموضوع بيخلص، هي عايزه تحط حيطه بينها وبين عيال عمها، هاتوا 2000 طوبه وارفعوا المنور والحوار يخلص، لان حوار طويل جدا جدا جدا. في واحده اسمها ام احمد بتقترح اقتراح. هذا الاقتراح احنا قلنا اللجان اللي قبل كده، واحنا قلنا ان الست دي عشان الارضيه التحتانيه مش ملك لها كلها خالص، ده فيها عمات وفيها خالات وفيها، قلنا ان احنا نسد هذا الموضوع مؤقتا لغايه ما يطلع بعد كده تيجي تبني، تسيب متنفس للناس دي بارادتها وليس اجبارا عليها وليس الزاما لها. واللجنه قالت في سد وفي غلق، احنا ما بنغيرش كلامنا، انما انا عايزين يبقى بيننا وبين بعض رحمه، عايزين يبقى في بيننا وبين بعض يعني تفاهم، انت تتسامح شويه وانا اتسامح شويه. انما الطريقه اللي هي قايمه بيها دي، هذه الطريقه من اللطم والصويت يعني مش عايز اقول حاجات الناس تمسكها عليا. اقسم بالله انا الراجل اللي هي كانت بتتواصل معاه اسمه احمد من اسكندريه بعت لي تسجيلات، انا لو نشرتها على الراي العام هيعرفوا حقيقه هذه الاخت. انما انا مش برضك، انا مش هرضى انني ادوس عليه. وربنا يعلم ان انا خلفي بنات، انا عندي 6 بنات، انا مستفيد من ايه؟ من إن انا كنت اتمنى انها تساعدني، تساعد اللجنه، تقبل تروح تتنازل عن قضيه جميع قضاياها براءه، هي خلاها تجيب حكم محكمه لصالحها عشان اعرفكم بس. راحت قدام القاضي وعملت نفس التمثيليه دي. انما يا جماعه ايه هو في ايه بالظبط؟ شو الجماعه الحريم يطلعوا يقول لك اصل الرجاله دولت كله بقى العاطفه تشتغل، واحده تطلع تعاد خلاص بقى هي لها حق، خلاص انا الطم انا روخر واعيط واقول كلام ويبقى انا ليا حق انا روخر. يا جماعه الموضوع مش كده، القضاء
لا يتعلق بالعاطفه. اما ربنا حجب المراه من الحكم ليه؟ ربنا ما خلاش المراه قاضي ليه؟ عشان العاطفه هتغلبك العاطفه، ودي ممثله بارعه. اقول لك على حاجه، ما فيش اي لجنه هتحل معاها، والله لا توجد اي لجنه هتخلص. بدليل حاجه، احنا الرقم 6 لجان، انا رقم 6 لجان. انا لولا اشتغلت بعقلي وربنا سبحانه وتعالى وفقني وقدرت اتمالك نفسي 16 ساعه، 16 ساعه اقسم بالله في اسرار في الجلسه انا لو نشرتها على الراي العام هشوهها. انما لا، انا لا انتقم لنفسي ابدا، لان انا اكبر من انني اقول معلش للكل. يعني كل من يعرف انا الحمد لله بفضل الله، مش واعوذ بالله من كلمه انا عبد فقير الى الله سبحانه وتعالى. لما اظلم هذه البنت ربنا ينتقم مني في اولادي وفي نفسي. انما اما التقاها بتتلوى وتتلون عايزه تحل، وانا عاجز ان انا اخد ضدها قرار عشان خايف عليها. انا بتعامل معاها برفق. الطرف الثاني بيقول لي انتوا بتعملوا ليه كده؟ هي خدت فلوس وسدنا لها شبابيك. قلت لها روحي انقذي اللجنه. رحت نازله عن قضيه، حتى قلت لها قضاياكم كلها براءه، ما فيش عندك اي دليل، ما فيش اي حاجه تثبتي بقى اي حاجه. رفضت كل هذا. هي في دماغها حاجه معينه، تطلع في البث الاخراني قاعده تحت العروق باينه، يا سلام، وقاعده جدار باين. طب ما تورينا الايفون اللي معاكي، انت بتضحك علينا؟ انت بتضحك علينا؟ قاعد 24 ساعه على التليفون. احنا ناس عايزين نربي عيالنا، عايزين نعيش زي ما الناس عايشه، عايزين نحترم تقاليدنا، عايزين نحترم بلادنا، عايزين ما نخليش واحد بتقول لك ايه، اصل البلد دي طلعت مش رجاله في البث اللي هي عامله الاخران. لا والله يا بنت البلد دي رجاله. بتقول هو جاي عايز يثبت ان البلد فيها رجاله. لا، البلد ما فيش فيها رجاله وشنبات وعماله تعمل بايديها ورجلها. يا جماعه احنا عندنا بنات استحاله يا جماعه. الحياء ده هو جمال المراه. الطريقه ده تقعد تتلون بالطريقه ده ليه يا عم؟ في ايه؟ عشان ايه؟ ايه اللي حصل؟ انت قلت اتعريت، ده بتقول ايه من ضمن الكلام ده؟ قلعوني وعروني وخلعوني زي البسكوت. ايه البسكوته دي بقى ان شاء الله؟ هي ايه البسكوته ان شاء الله؟ قولوا لنا البسكوته دي تبقى ايه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ لا عقل ولا منطق ولا شهود ولا ادله. راجل شاهد ملتحي محترم قالت هو يجي يشهد. جه الراجل قال ده كانت بتزقل بالطوب ومعاها جوز اخوات ماسكين سكاكين كانوا بيضربوا في الناس. ما بتقولش على اخواتها ليه اللي فيهم واحد مسجل؟ ما بتقولش ليه؟ ابويا الغلبان. طب يا ست ابوكي غلبان، ما تحترمي نفسك زي البنات. انت عايزه ايه؟ قلنا لك الناس سدت شبابك وقالت عايزه غفاء، قلنا لها حاضر. رحنا تقول لا عايزه ابنك ضاء. لا، انت عايزه ايه؟ بالظبط؟ قول لنا. عايزه تطلعي تعيطي كل يوم شويه؟ عيطي يا حبيبتي، احنا هنعمل لك ايه؟ انت عندك حاجه تانية بتعيطي عليه؟ عيطي. الله، ان كان عندك حاجه نفسيه ما عندناش مشكله، احنا ناخدك برضك نوديك لطبيب نفساني. ايه المشكله؟ انت واحده من بناتنا، بس للاسف كلامك. وبعت فيديو المؤمن ابو ماضي اللي بيقعد يالف ويقول لك ده ما خدتش. بالله عليك ارد عليه ده اقول له ايه؟ اصل لجنه ايه يا ابني؟ لجنه ايه يا جماعه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ اقسم بالله لو جبتوا لها مين حتى الامن، واحد يقول لك فين الحكومه؟ يا ابني الحكومه جضت، الحكومه عرفت. يا اخي الضابط بتاع النقطه اقسم بالله قال لي سيبك منها. قلت له لا برضك هتطلع. يعني نعمل ايه يا اخوان؟ يقولوا لنا نعمل ايه؟ في الاخت اللي مصره تطلع تقول لك اصل جايين يصوروا معايا. يا لا حول الله لا يا ست، احنا مش مصورين معاك يا ست، احنا مش هينالنا الشرف ده ان شاء الله. وطلعت الفيديو تقول اصل الرجاله بشنبات. ليه يعني شنباتنا مالها يا بنتي؟ اصل قال لك ان البلد فيها رجاله، اهل البلد طلعت ما فيش فيها رجاله. يا اخوانا عيب. اني والله ما خرجت في. يا اخواني، انا اردت بهذا البث توضيح الحقيقه. لجنه اتنفذ اول قرار اتغلقت الشبابيك قدام المأمور وقدام الدنيا كلها، والمأمور بنفسه كان بيتحايل عليها لغايه ما قال لها يا اخواني وربنا ينتقم من كل ظالم، وانا مستمر معاكم في البث
لحين إظهار إشعار آخر. لا شغال شغال. ماشي ماشي. قفل كده.